السلام عليكم. تابعيني، عايزين نقول كلمتين لله. المطلقات عشان ما تخشش محاكم وتحط رجل على رجل وكل طلباتها تجاب. اول ما يحصل حالة الانفصال تسيب الاولاد 2 3 4 5، سيبيهم، جمدي قلبك وسيبيهم. ومفيش واحدة تقول لا أنا متمسكة بأولادي، ده أولادي هم حصني، ده هم أماني، ده هم اللي يشيلوني. ده كلام أهبل وعبيط. مفيش أمان ليكي إلا رب العباد ثم فلوسك. ياما أهل قاسيين وجاحدين على أولادهم وبيشغلوهم. الشغل طبعا مش عيب، بس ما بيعيشهمش طفولتهم، ما بيجيبلهمش الحياة المنعشة. بيضربوهم، بيهنوهم، بيذلوهم، منعهم الأكل. والله وعن تجارب شفتها في حياة ناس كتير ولادهم بارين بيهم جدا. وممكن تحت رجل أولادها وبتشتغل وبتتعب وبتشقى وبكل مؤاخذة بتتهان وبيضربوها كمان. والله العظيم. فده مش انا يعني عايزاكي ما تقوليش ولادي هم اماني وحصني وكلام فاضي. طب احنا ليه بنسيب الاولاد للزوج في الاول؟ عشان حبيبه قلبي يجيلك وفوقيهم بوسه ويقولك طلباتك ايه يا ام العيال؟ انا شلت العيال وطلع عين. فمن فضلك من فضلك خدي العيال وفوقيهم البوسه. طلباتك ايه ست الكل؟ لان عشان تسيبي له العيال لابد ان يشوف لهم حد جليسه، او مامته المسنه تقعد بيهم، او هو يقعد بيهم. مش هقول يترزق فيهم سوري تزعل. انا بحبكم والله زي النساء، وهعمل لكم فيديو برضو احرص النساء. انا واحده وسطيه، ما بعرفش اجي مع الرجاله قوي ولا مع الستات قوي، بقول الوسط اللي هو يرضي ربنا. ف... ففي الاخر هيجي يقول لك اتفضلي العيال. والله العظيم المحاكم هتقفل. والله العظيم المحاكم بتشتغل بسبب الصراعات والعند. انت فاكره لما بيقول ام العيال واخده العيال وانا مش هصرف عليهم عشان واخده العيال، هو بيعمل كده عشان هو متمسك بالعيال وبيحبهم؟ لا لا لا، ده بيلاقي لنفسه مبرر غريزي جواه انه يمنع الفلوس عشان ام العيال قاسيه ووحشه ومنع عني العيال. هاتيلي العيال وانا اصرف. في رجاله بيعملوا كده، في حين الشرع والدين بيأمروا في جميع الأحوال حتى لو هي ظالمة ومفترية إنه يصرف. إحنا كلنا عايشين في الدنيا بنعمل اللي علينا، ما بننتظرش الطرف التاني، لأن الطرف التاني لو واطي أو خسيس هياخدنا معاه لجهنم. فهمتوا الرسالة اللي عايزة أقولها لكم النهاردة؟ طيب سلام. اعملوا بيها، هتكسبوا والله. شكرا.